لإيطاليا القيادة الحزبية، تحية لإيطاليا القيادة الحزبية، تحية لإيطاليا القيادة الحزبية، تحية لإيطاليا القيادة الحزبية، تحية لإيطاليا قيادة 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 الحزبية. بسم الله الرحمن الرحيم. القلعة الصامدة مدينة زايو يحيي تحية خاصة المرأة المغربية وخصوصا المرأة المحلية التي تحدت الصعاب والعناقيد وأبات إلا أن تحضر معنا هذا العرس السياسي. مجتمع يحيي الجميع الحضور الساكنة القيادة الحزبية تحت شعار تحية نضالية للقيادة الحزبية. بسم الله نفتتح الجلسة بالنشيد الوطني.
صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، قبل أن أتناول الكلمة عندي جزء ديال الملاحظات، وأعتذر للأخ الأستاذ المناضل السي حميد بروك. فأولا أنا لا أحب لقب رئيس، بل أحب أن أكون أسمى منسق النقل أو منسق بين الإخوان المناضلين. فأنا مبدأ في الحياة لم أكن يوما رئيسا، ولا أتمنى أن أكون رئيسا. ولذلك الملاحظة الثانية، إخواني أخواتي، الآن أحس بمشاعر مختلفة. من جهة أعيش دهشة، ومن جهة ثانية أعيش فرحة. فالفرحة هي بوجودي بين إخواني وأهلي وأحبابي وأصدقائي، فمرحبا بكم. والشعور الثاني هو الحضور المذهل الذي أراه أمامي بالنسبة للمرأة في مدينة زيو، تلك المرأة المحافظة. عجبا شعور حقيقة مدهش على هذا الحضور للمرأة لمدينة زيو، وكذلك الحضور المكثف لشباب مدينة زيو. فتحية لشباب مدينة زيو. فليس لنا بعد الآن أن نتكلم عن العزوف بهذه المدينة. إخواني أخواتي، باسمكم جميعا أود أن أرحب بداية بالأستاذ الدكتور محمد مطرى. هذه الشخصية قيادات حزبية، تحية للغالية. قيادات حزبية، تحية للغالية. قيادات حزبية، تحية للغالية. قيادات حزبية. هذه شخصية نعتز بحضورها بيننا في هذه المدينة، هذه المدينة الصامدة المناضلة. الأستاذ أو الدكتور محمد مطرى عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الآن ينوب عن أمين حزب الأصالة والمعاصرة. فهو عضو المكتب السياسي، وكذلك رئيس جهة الحسيمة لا دولات، وكذلك أمين جهوي ونائب برلماني. فمرحبا به بكل حرارة. كما لا يفوتني أن أرحب أيضا بالأمين الجهوي لجهة الشرق الأستاذ الدرقاوي، وهو كذلك نائب برلماني. فمرحبا به وأهلا وسهلا. وكذلك نتشرف بحضور المرأة عن طريق الأخت المناضلة الأستاذة حنان السايح، وهي عضوة المكتب الوطني للمرأة
بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة. وكذلك نرحب بالأستاذ مالك أسفار، فهو الأمين العام الإقليمي لإقليم طاغور. وكذلك نرحب بالأستاذ عبد السلام الطاوس، فهو الأمين العام لإقليم دريوش. وأيضا لا يفوتنا أن نرحب بالإخوة أعضاء الأمانة الجنوية والأمانات الإقليمية والإخوة الأمناء العامون المحليون، وكذلك جميع أعضاء الأمانات المحلية في منطقتنا الشرقية. كذلك لا ننسى أن نرحب بجميع المناضلين والمناضلات والإخوة، وكذلك تحية خاصة لممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المحلية لمدينة زايو، واشكرهم جميعا شكرا جزيلا. وهذه بادرة تشرف هذه المدينة. تحية نضالية جماهير شعبية، تحية نضالية قيادات حزبية، تحية نضالية قيادات حزبية، تحية نضالية قيادة وطنية. أيها الحضور الكريم، أبناء وبنات مدينة زايو، غادي ندرج شوية. لكل واحد فينا محطة في الحياة ديالو، وكتكون محطة من المحطات الهامة، وهذه المحطة كتكون بمثابة واحد مفترق الطرق. وهذا مفترق الطرق كيستلزم على كل واحد فينا أنه يقوم بواحد الاختيار في الحياة ديالو، يقوم بواحد الاختيار، ولكن ليس أي اختيار، فهو لا بد ويلزم عليه أن نحسن هذا الاختيار، لأنه إذا أخطأنا الموعد وإذا أخطأنا الاختيار فسنتحمل عواقب الخطأ. ولذلك فعهدنا بمدينة زايو وبأبناء ومواطني هذه المدينة الصامتة التي تميزها مميزات عديدة. نحن واعون ومدركون للمحبة الكبيرة التي يكنها أبناء هذه المدينة لهذه المدينة، ولذلك فلا بد أن هذا أبناء وبنات هذه المدينة أن يحسنوا الاختيار، وبالنظر إلى الوجود المتنوع في هذه القاعة ندرك أن سكان مدينة زايو وفي مستوى رفع التحديات، وهذا تحت الضبط ديال الاختيار. ولكن اللي كيميز السكان الساكنة في هذه المدينة وهو أنه كل واحد عنده طريقته وعنده الكيفية باش كيعبر على هذه المحبة وعلى هذا الاختيار. ولذلك نحترم جميع الاختيارات اللي عند المناضلين والمحبين لهذه المدينة، نحترمها. ولكن نحن الآن احنا دابا كنختاروا واحد النهج اللي غادي يوصل هذه المدينة العزيزة إلى اختيار واحد العمل اللي غادي يوصلنا الجميع باش تكون عندنا في زايو واحد السياسة نبيلة، واحد السياسة
اللي غيكون فيها التضاريس فقط مبني على البرامج، مبني على الافكار، مبني على العمل الصادق. ولذلك فنحن هذا الاختيار احنا مقتنعين به، ولذلك فنحن اعتقد بان هذا الاختيار راح وفقنا فيه الى حد بعيد، وسيعطي ان شاء الله الثمار ديالو لهذه المدينه. إخواني أخواتي أبنائي الأعزاء، بغيت نقول واحد الكلمة، وهذه الكلمة بغيت نقولها وأنا واقف، ما نقولهاش وأنا جالس. هذه الكلمة الواحدة هي أنني بغيت نقول لكم على أنني لا أريد أي شيء، ما بغيت حتى حاجة، فقط بغيت نساهم في خدمة هذه المدينة إلى جانب باقي الشركاء. أنا بغيت نقول بأنني بغيت نخدم هذه المدينة هذه ماشي بوحدي، مع بقية المناضلين والغيورين على هذه المدينة، سواء كانوا داخل الحزب أو خارجه، كانوا سياسيين أو فاعلين اجتماعيين. ولكن يمكن نقول للإخوان قد لا أعيش حتى نشوف النتائج ديال العمل اللي كنهضروا عليه الآن، ولكن كيسعدني وكيشرفني باش نكون واخا بغيت نساهم في العمل. إخواني أخواتي، تجربتنا المتواضعة في هذه المدينة ومعرفتي الجيدة بأبناء هذه المدينة أعطتني واحد الثقة، أعطتني كيفاش ندير في هذه الناس وفي هذا السكان وفي هذا المواطنين. ولذلك احنا عندنا القناعة التامة وعندنا الثقة التامة بالسكان ديال مدينة زايد وأنهم غادي يحسنون الاختيار. ولذلك فأنا كنوضع الثقة ديالي بهم، لست أنا وحيد، بل أنا والمجموعة ديال المناضلين الذين اشتغلوا في الوسطية، فأنا أمنحكم الثقة التامة وأنتم جديرون بالثقة. ولذلك أنا كنعطيكم الثقة، أنا كنعطي الثقة ديالي فيكم قبل ما تعطيوني انتم الثقة ديالكم. سؤال وقتا والتغيير ولا بد، سؤال وقتا والتغيير ولا بد، سؤال وقتا والتغيير ولا بد، سؤال وقتا والتغيير ولا بد. إخواني أخواتي، أخيرا غادي نختم الكلمة ديالي بقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، وبقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، وشكرا لكم. الأخ محمود
الطنطاوي، السيدة حنان السيح عضوة المكتب الوطني لمنظمة نساء أصالة المعاصرة، السادة الأمناء العام الإقليميون للحزب، السادة أعضاء العمل العمل الجهوي للحزب، السادة أعضاء العمل العمل الإقليمي للحزب بالناظور، السادة رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المحترمة، مناظرات ومناظرون الحزب أصالة المعاصرة، المتزيون المناظرة والجماعة المشاورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأبى الأمانة العامة الإقليمية لحزب أصالة المعاصرة بالناظور إلا أن تشارك معكم في هذه اللحظة النضالية المتميزة والتي تؤرخ ميلاد حزب أصالة المعاصرة في هذه المنطقة المناضلة والتي تعتبر مشتلا لمختلف النخب السياسية في إقليمنا وفي الجهة الشرقية. والحق يقال فإننا نعتبر أن حزب أصالة المعاصرة يبقى محظوظا من أن يكون حلوله في هذه المدينة بهذا الزخم من المناضلات والمناضلين المعروفين بنظامهم من سيفية الدولة الحق والقانون. ومما لا شك في هذا فإن بلاد الحزب في هذه المدينة العزيزة التي جاءت بتثري مختلف تراكمات المحققة سياسيا وحقوقيا في المنطقة التي تتوافق مع مشروعية المجتمعي. إن حزب أصالة المعاصرة الذي جاء لاستقرار هذه المنطقة يعي كل الوعي بحجم التحديات التي تنتظره هذه التي تنتظر في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل مختلف الإطارات المعقودة عليه من أجل تثبيت النظام السياسي في المنطقة. وهذا يأتي بطبيعة الحال إلا بتوافر أداة حزبية قوية لتدبير المناضلات ومناضلين متشبعين قيم مبادئ حزبنا وغيورهم على خدمة منطقتهم وممارسة سياسة القرب منهم كافة المواطنين. وإننا نرى في شركة مبارك هذا الوضع الملائم لإفراز هذه الشريحة من المناضلين القادرين على ترجمة توجهات في هذا الإطار، ولا سيما أننا نعبد بالأمل على نجاح هذا المحطة النضالية في إدارة الحزب في المنطقة من أجل قدمت مسيرته في هذا الربوع من الأمم العزيزة. وتأكدوا بأننا سنكون في جميع أجهزة الحزب كل الدعم والمساندة. مرة أخرى نجدد شكرا لأعضاء التشكيلية على حسن التنظيم والاستضافة، ووفقنا الله وإياكم لنا بخير وفلاح في بلدنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عضو المكتب السياسي ومنسق المكلف بالجهة الشرقية مع المكتب السياسي، السيدة حنان السيح ممثلة المكتب الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، السادة الأمناء الإقليميون الحاضرون معنا، السادة أعضاء اللجنة التحضيرية بما فيه منسقها السيد أحمد العنوري، السادة أعضاء الأمانة الجهوية، السادة أعضاء الأمانة الإقليمية لحزب الناظور، مناضلات ومناضلي الحزب في مدينة زيو الكرام. أنا في البداية صراحة أنا جد سعيد بالتواجد ديالي معكم، جد سعيد وهذا اليوم هذا يوم تاريخي بالنسبة لي، حيث أنه في الصباح كنا في مدينة صامدة مدينة العلوين لنؤسس الفرع المحلي للمدينة، وهذه الأمسية نتواجد كذلك في هذه المدينة الصامدة والتي تسخر بمهيلة البشرية والكفاءات مدينة زيو. كذلك سعيد بتواجدي بين هذه الجماهير الغفيرة ديال المناضلات والمناضلين الحزب في هذه المدينة، والفرحة ديالي الكبيرة هو تواجد المكثف للعنصر النسوي والذي لم نعهده في المناطق ديالنا. كما كتعرفوا نحن بصدد تأسيس فرع محلي للحزب في مدينة زيو، فهذه محطة بالإضافة إلى كونها محطة نضالية كنتلاقاو فيها مع الإخوان المناضلين
ديال الحزب ديال المدينه، فهي محطه تنظيميه بامتياز. فالحزب خدا على العاتق ديالو كل مؤتمر استثنائي في 2012 في فبراير 2012، بعد المؤتمرات الجهويه والمؤتمر الجهوي ديال الجهه الشرقيه اللي كان في ديسمبر 2012 بعد العاتق ديالو الهيكله التنظيميه للحزب على مستوى الاقاليم وكذلك على مستوى كل جماعه ترابيه. ونحن الان وصلنا الى اللحظه النهائيه تقريبا، الا وهي تاسيس الفروع المحليه للحزب بجماعه الترابيه. وجايين محطات اخرى على المستوى الوطني، باقي لنا الهيكله ديال المنظمات ديال الشباب على المستوى الوطني، منظمه الشباب ديال الاصاله والمعاصره اللي غتكون ان شاء الله في البدايه ديال عام 2015. نزيد نرجع للاخوان ونذكر على ان حزب الاصاله والمعاصره هو حزب تاسس ماشي هذه شحال، يلاه عنده 6 سنين في العمر ديالو، 6 سنوات في العمر ديالو، فهو لا يقاس في العدد بالرقم، انه الحزب رقم كذا 36 ولا 35 على المستوى الوطني، فانما يقاس بالاضافه النوعيه لجدول المنهج السياسي الوطني، الا وهو العمل السياسي بشكل مغاير، وكذلك اعتماد ديمقراطيه على مستوى الهيكله ديالو سواء محليا اقليميا جهويا ووطنيا. فاتمنى ان نخلي الكلمه للسيد عضو المكتب السياسي انه الكلمه ديالو يكون شويه مثقف كلمه الحزب، الكلمه ديال المكتب السياسي. كاتمنى انه الاشغال ديال هذه الجماعه التاسيسي الامانه المحليه النجاح، وكنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في نجاح هذه المحطه النضاليه، وشكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد العزيز على قلوب المناضلين السيد محمد بدرة عضو المجلس السياسي، والسيد الأمين الجهوي فؤاد زكاوي، والسيد أمين أمانة الأمينية للدريوش عبد السلام طاووس، والسيد الأمين أمانة الأمينية للناظور، والسادة والسيدات أعضاء الجمع العام، بنيتي برعومتي آنستي سيدتي مناظرة زينو العزيزة، تحية نضالية. في الحقيقة كما سبق إخواني وأن ذكروا تختلف علينا اللحظة بلحظة الحضور، وفي نفس الوقت نستخدم كلمات. هذا اليوم شهدنا فيه ميلاد ولله الحمد، كان ميلادا رائعا رغم أن جهات خلفية أرادت منه أن يكون ميلادا عسيرا، لكن كان في جهود مناضلاتنا ومناضلينا ميلادا يسيرا، ميلاد الأمانة المحلية بالمنطقة العزيزة على الريف بعروي، فهنيئا لنا بهذا الميلاد. وهذه الأمنية أيضا أبت وأبى مناضلات ومناضلين في أثار وعثرة إلا أن يشدوا الرحال إلى مدينة في الحقيقة شخصيا يمكن لها كل التقدير، كوني مدينة بركان، كيقولوا بركان احنا جيران، وما يمكنش وحق الدار على الدار. كنهنئ اللجنة التحضيرية على تحضيرها الممتاز والجيد، وكنهنئ جميع جنود الخفاء اللي ما متواجديش في المنطقة، ولكن راهم كيكونوا الفقراء من القلوب ديالنا أكيد، والتاريخ ما كاين حتى حاجة، كونوا أكيدين. بالنسبة لي كعضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأثار والمعاصرة، هذه المنظمة التي تشتغل وفقا للمادة 63 و 64 من
القانون الاساسي للحزب الاصاله والمعاصره وفق واحد النموذج اللي هو ديال الحكامه الجيده مخصص على اساس اننا نوصلوا لجميع النساء ديالنا في المغرب العربي ونسمعوا الصوت تاعهم ونعيشوا الاكراهات تاعهم وكذلك نوقفوا عند كل ما يمكنها ان تعرقل مسيره هذه المراه لبلوغ موقع صنع القرار السياسي. لان كيف كنعرفوا الجميع وليس غريب على الرجل الذي دائما يكون سندا للمراه ان المراه الطابع ديالها والفطره ديالها هي السياسيه. كدير السياسه باش تنجح علاقتها الزوجيه مع راجلها، وكدير السياسه باش تربي وليداتها احسن تربيه، وكدير السياسه باش تحرص على السعاده في البيت تاعها، كدير السياسه ايضا باش انها تكون سيده مجتمع اللي كتجسد فيه واحد الانسانه اللي كتعطي واحد الصوره واخا انا بعض المرات ما كتكونش مقتنعه بداك الشكل مثلا الايمان بداو من الهندام ولا الجوهر ولا، ولكن كدير السياسه لان المجتمع كتحتارمو كدير فيه السياسه باش انها تكون سيده المجتمع. اذا المراه عطات السياسه وبالفطره ملي كنجيو باش اننا نفعلوها في ارض الميدان كنلقاو يعني وللاسف الشديد اختيارات ظلاميه وما كنشافوا يعني مع الاسف انهم يبغوا يرجعوها للور، لان ملي كنجيو بالاحصائيات كنتكلم وكنوجه الخطاب تاعي بطبيعه الحال المناضلين وما عارفين كنجيو النتائج البكالوريه كنلقاو المراه هي اللي تبقى الاولى، كنمشيو للجامعه كنلقاو نفس الشيء، دكتورات انا ما كنناقش يعني الكفاءه ديال الرجل، ولكن كنقول نضمن الجميع باش نوصفوا هذه الاخت وهذه الام وهذه الصديقه وهذه الزميله في المدرسه باش تكون في موقع سياسي، لان هذا هو الموقع اللي المفروض اننا نستجدوا وهذه الثوره ديال التنميه اللي كيعيشها المغرب ديالنا. تحية نضالية للمرأة المغربية، تحية نضالية للمرأة المغربية، تحية نضالية للمرأة الوطنية، تحية نضالية للمرأة المغربية، تحية نضالية للمرأة المغربية. صحيح هاد الشهداء ما كيديرنا الا حماسه، ولولا الميكرو لرفعت لنا شعارات وكنقول بان كنتمناو ان شاء الله هاد الامانه المحليه اللي غادي تكون هذه الامسيه ان شاء الله كنتمنى لها التوفيق في الرساله ديالها، ويعني هاد الجهد ديالك تثبتوني كمناضله من نقابه الديمقراطيه للعدل وايضا مناضله للحزب الاصاله المعاصره ان ارفع شعار الامانه المحليه قبل ميلادها واقول بيدي أمانة قوية نهزم فيها الأعادي الحرية. بيدي أمانة قوية نهزم فيها الأعادي الحرية. غادي نحاولوا ما امكن هاد الامانه المحليه القوميه تمسك معاكم منظمه النساء ونزوركم عن مقاليد باش ان شاء الله نقدروا اننا نعرفوا بالضبط شنو متطلبات المراه بالمنطقه، وفي اطار التكوينات اللي كديرها منظمه النساء في الاطراف المعاصره. هذا المشروع اللي دابا انطلق في اطار الدوره الاولى ولله الحمد غادي تستافد المنطقه الشرقيه ديالنا حتى هي تكوين ان شاء الله غادي يحضروا فيه خطوط التكوين والقدرات النسائيه، وحنا الرهان ديالنا هو قوي بزاف اننا نقبوا على ديك الكفاءه وديك المراه ونجيبوها موقع صنع القرار، وان شاء الله كيف ما كنشوفوا القاعه هي خير جواب لخير سؤال المناصفه، ونتمنوا ان شاء الله انطلاقه مدينه زايد تكون يعني صوره حقيقيه للمراه في المنطقه الشرقيه، وهنيئا لنا بكنا وشكرا للرجل البابي المناضل الذي يساند المرأة ويدفع بها رغم الإكراهات. تحية 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 لغالية. شكرا. الدهشة والفرح لأنني لم
أكون أعتقد بأن دخول الأصالة والمعاصرة في مدينة زيو سيلقى هذا الترحاب الكبير وهذا الحضور الكبير نساء ورجال. وشكرا لكم على هذه الظروف. أشكر بدوري نساء زيو ورجال وشباب زيو، ولن أنسى شيوخ زيو. الشيوخ ما نساوش الفضل ديالهم والصوت ديالهم في النضال اليومي. كما أشكر اللجنة التنظيمية هؤلاء الشباب الذين حسنوا الاستقبال، وإذا كان ما استقبلش كنشكروا اللجنة التنظيمية واللجنة الإدارية والأمانة. تحية نضالية قيادة وطنية، تحية نضالية قيادة حزبية. كما نشكر السيد الأمين الجهوي والأمين الإقليمي والسيدة ممثلة نساء الأصالة والمعاصرة، وكذلك الحضور مسؤولين إقليميين، الأمين الإقليمي ديال إقليم بليوج وبركان والناظور هذه المنطقة كلها مع زيو، والأمين المحلي اللي تحضر معنا اليوم اللي يلاه تأسس فرع ديال العلوي سي بالخير معنا. ونهنئكم باتخاذ سكان العلوي. فعلا يوم 21 نوفمبر 2014 هو تاريخ ازدياد الأصالة والمعاصرة في العلوي وزيو. إذا هنيئا لهذا المولود الجديد، وتحية خاصة للسيد الأمين العام مصطفى البكوري اللي بلغني باش أحييكم بحرام، وكذلك السيد رئيس المجلس الوطني أخ حكيم الشمال وكافة أعضاء المكتب السياسي. ونعتقد أننا لبينا طلب مجموعة من سكان زيو الذين يطالبون بالتغيير ويطالبون بحضور حزب الأصالة والمعاصرة ومشروعه الحداثي الديمقراطي في مدينة زيو. كما أشكر حضور الأحزاب، وفود الأحزاب السياسية الصديقة والشقيقة الحاضرة معنا، ونشكرهم على حضورهم هذا العرس النضالي الكبير في مدينتهم وفي مدينتنا مدينة زيو المناضلة والصامتة. مدينة زيو، سكان زيو المعروف عنهم الشجاعة والبطولة والصمود. هذا الشيء اللي تسمعوه في التاريخ، أبو التاريخ، تاريخ الشباب زيو معروفين بنضالهم وصمودهم وحبهم لأرضهم ولبلادهم. زيو صامتة، جماهير خالدة، زيو صامتة، جماهير خالدة، زيو صامتة، جماهير خالدة، زيو صامتة، جماهير خالدة. وزيو مدينة زيو ومنطقة زيو تنتمي إلى هذا الذي سميناه الريف الكبير الممتد من السعيدية إلى طنجة أو المغرب المتوسطي أو شمال المغرب. هذا الشمال الذي عانى منذ الاستقلال للتهميش والقمع الذي سلط على هذا الوطن، لأن هذه المنطقة هي منطقة المجاهدين والمقاومين وجيش التحرير. هذو الناس اللي ما بغاوش يتعاملوا مع الاستعمار، اللي ناضوا ضد الاستعمار بالقوة وبالإيمان. هذه الواجهة ديال المغرب
المناضلة التي لعبت دورا تاريخيا منذ مئات السنين لحماية المغرب من الغزو العثماني والإسباني والفرنسي. هذه منطقة الريف الكبير منطقة مجاهدة، هذا هو الطريق. ما كناش كنعرفوا نساوموا على حساب استقلال بلادنا، وأدينا الثمن غالي لأننا لم نكن نعرف النفاق، لأننا بعدما ساهمنا وهذه المنطقة ساهمت بالرجوع الملك محمد الخامس وحصولنا على الاستقلال، فلم نستفيد من خيرات الاستقلال، فبقينا مهمشين لا في المناصب ولا في الخيرات ولا في توزيع الثروات، وشبابنا هاجروا الى الخارج، وشبابنا يعانون بالبطاله والمستشفى في وضعيه كارثيه، وهنا في زيه اكثر. قطاع الصحه مهمل، بالاضافه الى فوضى في التجاره ومشاكل لا تعد ولا تحصى. واقول لكم بانه هذه المعاناه بدانا نستنشق الهواء ونرى الشمس بعد مجيء جلالة الملك محمد السادس هذه المنطقة. وأقول منطقة الريف الكبير لأن فعلا لمسنا بأن هناك إرادة حقيقية للإنصاف والمصالحة، عبر عنها بفتح أوراش كبيرة، بإطلاق سراح المعتقلين، بعودة المغتربين، بخطاب أجدر حول الأمازيغية، بالجهوية، بعدة أوراش أخرى مفهوم جديد السلطة إلى آخره. فنحن يقينين بأن يجب ترجمة هذا الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، إلى مدينة زيو. هذا الشعار الذي نعرفه، هذه الإرادة سنشوفها في مدينة زيو. أين هي؟ وشكون اللي مسؤول ما دام لقينا إرادة سياسية؟ وما بقاش ذاك الحصار، ما بقاش ذاك العهد مشكوك سنوات الرصاص. إذا أين هو المشكل؟ المشكل هو في التدبير وحسن التدبير وحسن تمثيل هذه الساكنة في أمورهم المحلية. وهذا الشيء، هذا الشمال ولا الريف الكبير كاين أماكن لفعلا تغيير السهل، فإن كان مسؤولين يحبوا الأرض ديالهم، ماشي يحبوا الجيب ديالهم، يحبوا الأرض اللي يعيشوا فيها وتيكونوا سعداء ملي تيشوفوا الساكنة ديالهم سعداء حتى هما. ما يمكنش واحد مسؤول يبغي غير راسو، واللي كيختلف معاه يستعمل معاه لغة التهديد والترهيب والإرهاب. هذا الشيء مرفوض. عاد واحد الثاني على المواطن أن يكون له الحق أن يعبر عن رأيه كيفما كان. إذن أنا كنظن بأن جاء الوقت باش توقع واحد النوع ديال الانتفاضة في مدينة زيو، واللي غادي يقودها الأمانة المحلية ديال الأصالة المعاصرة. وسيكون لنا الشرف أن نبدأ عهدا جديدا في مدينة زيو إلى جانب الفرقاء والإخوان اللي بغاو يشتغلوا معنا، وحنا مستعدين نشتغلوا مع أي كان،
أجل مصلحة مدينة زايد. هما المشاكل كثيرة، ولكن بالإرادة والعزيمة وحزب الأثر المعاصرة سيبقى إلى جانبكم وإلى جانب الأمانة المحلية، يتتبع الملفات من الجانب الثقافي والاجتماعي أو الرياضي أو جميع المشاكل أو تجاوزات السلطات إن كانت محلية أو إقليمية أو جهوية. سيقف بالمرصاد لكل واحد يخرج عن الإرادة التي عبر عنها جلالة الملك بوضوح حول مفهوم جديد للسلطة، حول تنمية الأقاليم الشمالية، حول الانتقال إلى عهد الديمقراطية الحقيقية ودولة الحق والقانون.